انت تطلع يكون عندك رؤية وتعرف المنهج بتاعها وتكون كفء فيها، وبعدين انت اللي هتدرب الموظفين بتوعك وانت تجيب لهم اعلى الكفاءات. اصبحت كده قائد، الناس تمشي وراك لان شايفينك انك كفء. لكن لما تقول بلاش كلام فارغ، طب حلو قوي نتكلم بقى في العلم، انا احب اتكلم في العلم باستمرار. سيادتك كفاءتك ايه؟ ومين اللي حطك في المركز ده؟ وصدقني النهارده باللي حصل والثورات اللي حصلت في العالم العربي والانطلاق عن طريق الانترنت، ما حدش هيقعد في مكانه يكون ضعيف، لان هيتمسك في لحظه. لان هتلاقي الموظفين دلوقتي معظمهم شباب صغيرين، وشاب صغير عنده انطلاقه في الانترنت ممكن يخش يتعلم بيحصل ايه في امريكا، يحصل ايه في اليابان، الناس دول احسن مننا في ايه، لان الشاب عاوز يكون كويس. لو ما فكرتوش كده، لو ما فكرتوش، لان هو الثوره عباره عن ايه؟ نطلب تغيير. طب عشان نطلب تغيير، ايه هو التغيير اللي عايزينه؟ عاوزينه ليه؟ فين؟ امتى؟ ازاي؟ وازاي نحتفظ باللي احنا حصلنا عليه؟ وطول ما احنا ماشيين التحديات اللي ممكن توقفنا ونتعامل معاها ازاي؟ فبتتعلم ازاي تاخد انت قرارات بفرض ان انت خلفيتك عسكريه وتيجي بتتعامل مع جمهور وشباب، في فراغ ضخم ما بينكم انتوا الاثنين، في مسافه ومساحه ضخمه. انت بتتكلم باسلوب النهارده بالانترنت بوب يعمل كده على صبعه، يطلع الفيسبوك ويعمل لك كل ليله. انت لازم تعرف تتعامل مع الشباب دول ازاي. لازم انت نفسك تبقى مرن جدا في حياتك. ما تقدرش تاخد قرارات عسكريه مع الشباب، ما ينفعش يعني. انا كنت في مصر وبتكلم على اسلوب المشاركه. اسلوب المشاركه قالوا لي ايه اللي ممكن يعمله مع الشرطه. القوتين اللي بيأثروا في الجنس البشري، الألم والسعادة. لو أنا ربطتك بالألم هتفاداك، دي ما هدافع عن نفسي مرحلة تأهو. ولو ربطتك بالسعادة هروح لك حتى لو كنت أنت سلبي. الربط بالألم فترات طويلة لا يحدث تغيير إطلاقا بالمنظر، بالنتائج. فالناس شايفين أنت غيرت الملبس وغيرت اللون وغيرت السيارات وغيرت الاسم، كل ده جميل جدا. النتائج، فلو حصل أي سياسة قمع حتى لو 1%، أنت بتفجر الألم اللي حصل على مدار العمر اللي متخزن في مخازن الذاكرة. وده لسه قايله من فترة في قناة من القنوات الفضائية في مصر. طب الحل إيه؟ إن احنا عملنا مبادرة عشان نتصالح. طب احنا مش كلمة نتصالح دي كلمة أنا بعتبرها ما هياش استراتيجية. إيه السبب؟ لأن احنا مش بره. لو نتصالح بقيت أنا وأنت، احنا مش أنا وأنت. ده في الشرطة والبوليس احنا أولادكم، احنا أخواتكم. ده هنا هتلاقي أب، هتلاقي أخ، هتلاقي أخت بتشتغل. احنا واحد. فما فيش أنا وأنت، ما فيش حاجات يلا نصالح. ده ما فيش، احنا واحد. بس حصل خطأ بسبب حاجة معينة واحنا مصالح، بس احنا واحد. عايزين نرجع تاني نكون واحد. تبقى الشرطة في خدمة الشعب، والشعب والشرطة في خدمة البلد، مش في خدمة اللي ماسك البلد. يبقى في الحالة دي النظام اتغير خالص، أسلوب دلوقتي. وده اللي أنا بقترحه. نشوف الثورات العالمية حصل فيها إيه. إن لم يحدث أسلوب المشاركة هتحدث الجاب ده، اللي هي المسافة اللي بين الاثنين هتاخد فترة طويلة، ممكن توصل لغاية الثورة الفرنسية لغاية 25 سنة. يعني ايه المشاركة؟ مش انت عايز تخلي الشعب يشترك معاك؟ مش عايز تقرب منهم؟ ما تخليهم يعرفوك ويثقوا فيك. هنا بقول لك اسلوب المشاركة. مثلا في اسمه بوليس، عندك مثلا موجودين شرطة موجودين، ما تحط 4 ولا 5 من الشبان ياخدوا الشغل الإداري، اللي هم الشغل الإداري ملوش دعوه بالجزء الشرطي. فلما يحصل أي حاجة من بره تيجي عشان يغلس على اسم شرطة بقى بلطجي. فاحنا كده فصلنا بيننا كشعب وشرطة مع البلطجية. فلما يجي حد من بره عشان يكسر مش عارف ايه ولا نمسكه، احنا بنمسكه سوا. فانت بتكسر الحاجز النفسي اللي انت وانا بقينا احنا، ما بقتش انت وانا، بقينا احنا الاثنين بندافع عن بلدنا. وطالما انا فاهمك وانت فاهمني وشفت اسلوبك وانا شفت اسلوبي، وبعدين نبدا نعلمهم في كليات الشرطة يعني ايه شعب، يعني ايه ناس. انا مش بعلمك وبعدين اسيبك على دول واعمل لك المباحث العامه والمخابرات العامه وكل دول بيخدموا اللي ماسك البلد. ففي الحالات دي خلى الناس تخاف منهم، فالناس سابوهم على بعض، فبقى الناس بياكلوا بعض، ده يسرق ده وده ينصب على ده. والقانون طالما تبعد عن السياسه والدين يبقى انت كده حليوه. الله، مش بيعملوا من بعض الشباب ينزلوا عشان خاطر يدافعوا عن المكان. لما حصلت اللخبطه اللي فاتت دي كلها، كان مين بيدافع على البيوت وعلى المناطق؟ كان الشباب ينزلوا تحت يدافعوا على بيوتهم. الله، ما تيجي نستخدمهم يا اخي، ما تيجي نعمل بيهم حاجة. يبقى بص لاقي شرطي وشعب واحد من الشعب يحبوا بعض، يقربوا من بعض، تبقى حاجة جميلة. اسلوب المشاركة هو اقوى اسلوب فعال محلي وعالمي عشان يقربنا من بعض. الكلام وتغيير اللبس وتغيير الصنف والكلام ده كله حلو، لأن بيعمل تغيير في التركيز، ولكن التركيز الحقيقي في عمق تخزين البرمجة السابقة موجود في القيم. مش هتتغير القيمة غير بالفعل والنتائج فقط. احنا عايشين ب10 احتياجات، تعال نشوفهم. لما جم سألوني في التلفزيون المصري، كان مع مدام لبنى، كان في الحياة، وبعدين مع رولا خرصة في الحياة، قالت لي كان ممكن نتفادى الثورة. قلت لها اطلاقا اطلاقا. ليه؟ ادي احتياجاتنا ال10. اولا البقاء،
مش عايشين. الأمان مش حاسين بيه. الحب ما حدش بيحبني. التقدير أنا مش متقدر. الانتماء أنت بوظت لي الانتماء، أنا مش عارف أنت من مين. استقلال الشخصية أنا مش عارف أنا مين. الإنجاز أنا ما بشتغلش. الرضا والاستمتاع أرضى بإيه وأتمتع بإيه. وبعدين التغيير يبقى أنت لازم تتغير. المعنى الوحيد اللي هيحصل ان انت لازم تتغير عشان يحصل لي انجاز. يبقى انت لازم تتغير ومش هسيبك. مش ممكن. ده انت في احتياجات 10 انسان. انت جوه احتياجات 10 انسان. كانش ممكن اطلاقا تتفادى الثوره. اسال اي رئيس بلد ممكن تنزل تتمشى في وسط جمهورك لو قال لك لا يبقى لازم يتشال، لانه مش عارف هو بيعمل ايه. الناس ما بتحبوش، خايف على نفسه، فمحيط نفسه بطيارات هليكوبتر وبتاع. انت بتعمل ايه؟ ربنا مش هيسيبك. يبقى في الحالات دي كان يسأل نفسه هل يا ترى انا مقدرهم؟ هل يا ترى بينجزوا؟ هل حاسين بانتمائهم لبلادهم؟ هل حاسين ان انا معاهم مش ضدهم؟ الله، مش عارفين الراجل ده بيشتغل ايه وبعدين هو فين، ويطلع في المناسبات وبعدين يطلع وتزوير وبتاع. فالناس لما توصل لمرحله تزهق وتخش في كل احتياجات الإنسان 10. فلو كان عندهم فكرة عن هذه الاحتياجات 10 وعن التفكير الاستراتيجي وزي نخطط صح، تسأل نفسك أين نحن الآن؟ إحنا شعوب انحرمنا كتير جدا في بلادنا من الحرية. ما تقدرش تتحول. يقول لك ديمقراطية، لا كذاب. ما كانش في ديمقراطية، كان في قمع وكان في ديكتاتورية. ونظام الديكتاتوري أثبت فشله على طول. أثبت فشله الذريع، لأن كل بيرجع لشخص واحد يقرر وإنسان ما يقدرش يقرر. ده أنت لازم يكون حواليك واحد محلل، واحد ودود، واحد قيادي، واحد معبر، واحد داتا، واحد مسؤول عن الوقت. كل دول موجودين. انت مين التيم بتاعك؟ ما انتش عارف. تحط ناس كتير وخلاص. لو تقول لي في أزمة ثقة بين ده وده، طبعا بسنين دي كلها، وبعدين في الآخر تكتشف سياسة قمع وسياسة بهدلة وسرقة ونصب واحد بس وانتخابوه كل شوية. المفروض حسب أي دستور في العالم انت مش مالك. والناس بتخلي الملوك يمشوا ليه؟ لأن قاعد على طول. انت رئيس جمهورية، يبقى انت شغلانه، انت بتشتغل في البلد، مش المفروض تاخد اكتر من مرتين، والمرتين هم كلهم 4 سنين زي العالم كله. اي خليهم 5 وبعدين 10 وبعدين يغير الدستور، فكل واحد بيظبطها على كيفه. فالكلام ده انت الله في ايه؟ يعني عندنا مثلا في مصر يقعد 32 سنه. انا بهزر في دي. هو انت الذكر الوحيد؟ مفيش دكوره ثانيه في البلد. هو في ايه؟ واحنا كلهم نتايات. ايه موضوعك بالظبط؟ وبعدين فين الاقوياء اللي في البلد يا اخي؟ فين العلماء اللي موجودين؟ لكن ده قاعد ماسك الكرسي عشان عامل مصايب، ولو ساب الكرسي هيكتشفوها. فليه ما تمشيش صح؟ امشي سليم يختار عدوك فيك. اللي حاصل دلوقتي أزمة حرية، ان احنا كانوا محرومين وبعدين بوط. فلما تلعب في الحرية دي كلها ما بقاش عارف معنى ايه. تطلع مثلا شاب صغير يكلم رئيس جامعة، قول له نعمل زي ما انت عايز، ما عندكش اي لا. في بقى احترام، في ادب، في اخلاق. ده رئيس الجامعة ده ما هوش عيل، ده عمل دكتوراه وتعب واشتغل عشان يوصل في المركز ده. يبقى لازم نعرف احنا حدودنا فين كشباب. فمش عملية حرية، تبقى عملية فوضى. فحصل في حاجة في البلد او في عالمنا ان طالما انا بقيت حر وانا عاوز اكون كويس انا كمان، في بلطجيه طلعوا واستغلوا الموقف. دول معروفين على مدار العالم. طالما حصل فجوه بين ادي ثوره وخرجنا دول، ناس تخش في النص. ومنين دول؟ هتلاقيهم اساسا في منهم من الامن يسربوهم عليك. دول اسمهم بلطجيه. طب وبعدين من ناحيه ثانيه يطلع بقى البلطجيه بجد بقى، اللي هم مستخبيين، اللي هم عارفينهم برضه بتوع الامن، يفتحوا السجون. حاجات خايبه. دي بلدك، دول اخواتك، دول ولادك. لما تعمل كده وتفتح وتديهم اسلحه وتسيبهم على بلدك عشان انت تقعد في الكرسي بتاعك، كرسي ايه المهبب ده؟ ده راجل الشيطان نفسه ما يعملش كده. يعني عارف، عشان النيات تتصافى يبقى لازم تشاركني معاك. لما تنزل تقول احنا عايزين نجيب مثلا الشخص ده، ايه رايكم يا جماعه؟ ادي 1 2 3، اختاروا منهم او اختاروا انتوا واحد من بره. هو ده. فبتتكلم بتشتغل معاك. لكن طول ما انت لوحدك وانا لوحدي بتفرض عليا قرارات، انا ما بثقش فيك. طب والناس في الشارع ده انا تعبت لدرجه انا مش واثق فيك. وبعدين المخ بيعمم الفكر. يعني فرض انت مثلا متضايق منها من الشغل، هل هتروح البيت واعصابك مرتاحه؟ لا. شفت حصل ايه؟ يبقى الاحاسيس بتنتقل. فلما انا ما بثقش في صاحب البلد دي او الراجل اللي فاكر نفسه صاحب البلد دي، يبقى مش واثق في اللي حواليه، وده بني ادم، يبقى ما بثقش في حد، لان المخ بيعمم. فعشان دي ما تحصلش يبقى اللي ماسكين البلد لازم يوصلوا الناس لشعور بالثقه. وريني شويه شغل شغلنا، وريني منتجات موجوده في البلد كتير، وريني. ما تعمليش كل يوم تقولي في ازمه عيش وازمه مش عارف ايه. ما انت بتخوفني، فانا مش واثق فيك انت كمان. انت بتلاعبني انت كمان، بتحطيني في الامن والبقاء وان انا قوت عيشي واكلي، وتحطيني هناك. ما كانوا بيعملوا فينا كده كتير. اشغال تركيزك اتغير. وريني روعتك. انت موجود عشان انا بشوف اي واحد، اي مدير، لو انت بالانتخاب وعاوز تقعد في مكانك اخدم الناس. هم مش هيسيبوك، مش عايزينك تمشي. انت عايز التاريخ يفتكرك ازاي؟ ربنا يفتح عليك يحبب فيه خلقه. اخدمهم يا اخي. ما انت قاعد على كرسي، استخدم الكرسي لصالح بلدك. هم هيمسكوا فيك. وعارف ان مهما طال الزمن كلنا ماشيين، هي مسألة امتى،
مش مسألة هتحصل ولا لا. فجهز نفسك لمقابلة المولى سبحانه وتعالى.